الاهلي يفوز على الوداد ويحصد ال11 على حساب الوداد، وهناك في كازابلانكا. جمال البطولة ان هي هناك في ارضهم وفي ارض ملعبهم. خسرت الموسم اللي فات وخسران موسم قبل كده منهم، هم واخدين 3، يعني واخدين 3 على قفاك، فما كانش ينفع ياخدوا كمان الرابعة على قفاك. هم اصلا كلهم معاهم 4، فهم منهم 3 على قفاك، فما كانش ينفع خالص خالص ياخدوا الموسم ده كمان على قفاك عشان يبقوا موسمين ورا بعض عليك انت، فمش هينفع، مش كانش ينفع خالص كان ياخد البطولة دي. جمال البطولة في القهر والحزن بتاعهم بعد الماتش، واخد البطولة من هناك. هم عملوا كل حاجة حلوة ووحشة عشان يفوزوا بالبطولة وما فازوهاش، واخدها من هناك في أرض ملعبهم، وبتحتفل بالبطولة هناك في أرض ملعبهم، وتاخد ال11 على حسابهم، وتاخد 11 وتبعد عن أقرب منافسيك اللي هو الزمالك 5، تبعد عنهم ب6 بطولات. 11 بطولة للنادي الأعظم في تاريخ أفريقيا بلا منازع، بلا منازع مع أي فرقة اتعملت من أول ما عملوا كورة في أفريقيا لحد دلوقتي. بلا منازع هو أفضل فريق في تاريخ أفريقيا عموما. 11 بتوقيت الأهلي زي ما بيقولوا. 11 الأهلي ياخد ال11 وياخد كمان التالتة في آخر 4 مواسم، التالتة بس في آخر 4 سنين. آخر 4 سنين واخد منهم 3، يعني لو كنت فزت الوداد كان زمانك 4 من 4 فول مارك فول مارك. تاخد 3 من آخر 4 مواسم، يعني سيطرة مش طبيعية، وقلة منافسة. سيطرة وقلة منافسة ان انت تاخد دي ال11 ليك وتاخد 3 من اخر 4 سنين، فدي وضاعة للقارة كلها، وقلة منافسة غير طبيعية وقرف بقى. وانت حرفيا مش لاقي منافس، حرفيا انت خلاص بقى في مالكم، فين المنافس بقى؟ وانت الموسم الجاي كان ممكن تطلع البطولة، انت الموسم الجاي لو طلعت النهائي فانت كده بتعمل معجزات، انت بتعمل معجزة، انت الموسم الجاي طلعت النهائي كمان. اخر 5 سنين هتبقى في 5 نهائي، يعني انت لولا كمان غير بطولتين اللي انت ضيعتهم 17 و18 ورا بعض، فانت كان زمان معاك مثلا 14 15 بطوله من ابطال افريقيا. فالحوار فيه ملل بقى وقرف بقى ووضاعه بقى وقله منافسه غير طبيعيه، انت حسان بزهق. دايما في احساس ان الاهلي عدى المجموعات خلاص بقى في النهائي، فانت وضاعه بقى وقله منافسه ويعني حاجه منتهى القرف والوضاعه. قاره ملهاش لازمه من غيرنا اصلا، وقاره مش موجوده من غيرنا. القاره دي احنا عاملينها سيره وعاملينها صيت، وقله منافسه في القاره كلها. افضل فريق في تاريخ افريقيا 11 و3 في اخر 4 سنين، فقله منافسه ووضاعه وحقاره من القاره كلها خلاص. يعني انا زهقت الصراحه، انا زهقت، انا كل موسم كده في النهائي فزهقت حرفيا. هو الحوار فيه ملل، يعني ايه ده؟ في انت ضامن كده عديت المجموعات بيت في النهائي خلاص، ايه ده؟ ايه الحقاره والوضاعه دي؟ هارد لك. فرقه الوداد فرقه عاديه، ويعني حرفيا ما بتلعبش كوره. كل لعبها يا اما عالي يا اما بيلعبوا كرات عرضيه وعاليه، يا اما بيضيعوا وقت. فرقه طبيعيه. ومبروك الاهلي ومبروك لجماهير الاهلي. و